بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. موقف بيحصل لكتير مننا، وهو إن بيحصل موقف معين وحد يتجاوز في حقي، فأنا ما يسعفنيش الرد في ساعتها، وبعد ما الموقف يخلص واروح وهو يروح افتكر الموقف واقعد الوم في نفسي، انا ما ردتش ليه، انا كان المفروض اقول كذا كذا، واقعد اجلد في نفسي والوم في نفسي واتخيل الموقف واتمنى ان الموقف يتعاد تاني عشان انا مجهزة بقى الرد بتاعي عشان ارد. واكيد اكيد كل اللي بيشوفونا دلوقتي سواء نساء او رجال اتحطوا في الموقف ده، بيتمنوا ان المواقف اللي هم تم الإساءة ليهم أو الإحراج أو إهانة كرامتهم إنها تتعاد تاني علشان يقدروا يردوا رد يحفظ كرامتهم وهيبتهم. طيب السؤال بقى، أنا إزاي يبقى عندي سرعة البديهة في الرد؟ وإزاي بسرعة أعرف أوقف اللي قدامي ده عند حده؟ وماذا لو المشكلة الكبيرة إن اللي بيعمل معايا كده حد قريب مني، حد صلة رحم، قرايب، جيران، زملاء عمل قريبين جدا جدا، يعني حد ما ينفعش أقطع علاقتي بيه تماما ولو حتى بشكل تدريجي. أتصرف معاه إزاي؟ طيب هل ممكن لما أوقف الناس عند حدها وأحط الخطوط الحمراء اللي هيتعاملوا بيها معايا وأتعامل بيها بذكاء، هل ما يسمى بشعرة معاوية؟ إزاي أحافظ عليها؟ انا مش هقطع علاقتي بيك، ولكن انا حطيت لك حد. اوعى تفتكر ان انا هسمح لك انك تهني او تهين كرامتي تحت اي مسمى، هزار، حب، اخوة، زمالة، ابدا. كرامتي واعتباري ملهمش اي علاقة ابدا بالاخوة والصحوبية والزمالة والجيرة والكلام ده كله. احنا هنتعلم النهاردة في حلقتنا الحصانة النفسية، احنا ازاي نرد على الكلمات الجارحة. وهل اللي يهمني أهينه؟ هل اللي يجرحني أجرحه ولا لأ؟ ولا هرجع ألوم في نفسي وأقول أنا كان خدتش حقي، أنا ندمانة إن أنا ما ردتش عليها، أنا كان لازم أرد عليها رد جديد أعرفها قيمتها وأعلمها إزاي تتعامل معايا بعد كده. كل التفاصيل دي إن شاء الله هنعرفها، هنرد عليها مع ضيفتنا اللي مشرفانا الأستاذة خديجة برهان، المستشارة التربوية والأسرية واللايف كوتش. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة خديجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة ندى، حياك الله وأهلا وسهلا فيك في أهلا موضوعك ومرحبا. المتميز كالعادة. هنعمل ايه؟ احنا هنعمل ايه في الموضوع ده؟ هنقعد دلوقتي كتير كتير يا أستاذة خديجة بيتحطوا في الموقف ده، اتعرضت لموقف اتهانت فيه او حصل مشكلة ما واتقال لها كلام سخيف معرفتش ترد، روحت البيت تهري في نفسها، انا كان لازم ارد، انا يا ريت الموقف يتعاد تاني علشان ارد عليها الرد اللي كان مناسب ان انا ارد، انا اتهنت وانا اتجرحت. كلمينا عن الموقف ده، ليه بيحصل ان احنا بيحصل لنا كده، مبيبقاش عندنا سرعة بديهة في الرد؟ أولا أتصور أنا الناس اللي زي كذا لأنه هم طيبين مم. وبيحافظوا على العلاقات السلمية مع الناس وبيحافظوا على مشاعر الآخرين مم. وبيراقبوها، فبالتالي بيفترضوا إنه الآخرين كمان هم نفس الشيء بيتعاملوا معهم بشكل يعني متبادل يعني. مم. لكنهم بيتفاجئوا إن هم بيتعرضوا لضغط نفسي تحت أي مسمى، ويتعرضوا لكلام مهين وكلام مسيء ومش عارفة إيه، فيصابوا يعني بالبهت كده، يعني يتفاجئوا. مم. فالصدمة دي وحس المفاجأة ده كله يخليهم ما يعرفوا يجمعوا كل الكلام، لأنه هم يستغربوا من الكلام ومن الشخص ومن التوقيت ومن الواقع ومن بالظبط الظروف بالظبط. المحيطة كلها، فبالتالي عقلهم ما يقدر يجمع هذا الشيء، لأنه سبحان الله الرد هذا مهارة مكتسبة، الرد بالبديهيات مهارة مكتسبة. في ناس فعلا. ما شاء الله جاهزين يعني، وفي ناس لا بيتعلموا الموضوع ده. عشان كده لما بيرجعوا يفوقوا من الصدمة هذه كله تقول أنا ليش ما رديت عليها، أنا ليش ما قلت لها كده، أنا ليش مش عارف إيش. بالظبط المشكلة بالظبط. لو يعاد الموضوع والقصة هي ما راح ترد برضه نفس الشيء، مم. يعني هي تعتقد ان هي حترد لكن هي ما حترد. هو ليش جاتها طب الردود دي كلها لما بعدت عن هذا الموقع؟ لانه هي خف عليها الضغط النفسي وبدات ترى الصوره مختلفه، فلو رجعناها لنفس الضغط ما حتعرف ترد. طيب ايش نسوي طب مع هدول الناس كلهم؟ هنا مهم جدا الواحد يعرف انه هذه الاشياء لما تحدث هي دعوه لك انه انت تطوري مهاراتك في الرد السريع.
ففي ردود سريعة جدا الواحد لازم يتعلمها من المواقف اللي تمر عليه في الحياة. إمم. النساء بالذات آه. لما يمر عليهم هذا الموقف ودائما يزعلوا 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 وما يستفيدوا من الحدث نفسه، ما بيتعلموا شيء، فبيتكرر إمم. عليهم ويصابوا دائما بصدمات. أنا دائما بتعرض لهذا الموقف وما أعرف أرد. طب هذه غلطتك أنت، لما دائما تتعرضي لازم تكوني حافظة ردودك. بعض الأحيان آه. الرد يحفظ، يعني ما يستجلب، أنت تحفظيه خلاص. أنا المرات الجاية لك أكون عارفة أن هذول الناس يحتاج لهم الرد زي كده. لكن طبعا عشان تحفظ الرد وتقوله تحتاج كمان تسوي قفزة من الخوف من نتائج ردها، لأنه هي ما تعرف الرد تبع هذا إيش حيجيب آثار جانبية، فبالتالي تخاف. بعدين تلجأ لمسألة اللي هي إيش؟ الصمت والسكوت عن الجاهل، خلينا ساكتين أحسن. طيب، إحنا عندنا بقى إشكالية كبيرة جدًا. لو الناس اللي بتعمل معايا كده برّه، أنا يعني هنتعلم نحط لها خطوط حمرا إزاي، بس ماذا لو اللي بيعمل معايا كده حد قريب، في صلة رحم، في قرابة، في جيرة قوية الباب في الباب، في زمالة المكتب في وش المكتب، أعمل إيه مع الناس دي؟ أنا مش عارفة أقطع علاقتي بيهم تمامًا، ولكن أنا عايزة أحط لهم حدود عشان بيتجاوزوا معايا كتير وبيهينوني، أعمل إيه؟ مم. شفتي زي ما حضرتك قلتي، الناس الغرباء احنا بنقدر نرد عليهم لانه ما عندنا ضغط اجتماعي تجاههم، فبالتالي حتى لو خسرناهم مش حيفرق معنا كثير إمم. وما حد يقدر يغلطنا يعني. لكن المشكلة لما يكونوا ذوي صلة، إما بجيرة، إما بزمالة، إما بقرابة، إما يعني هذول يكون الرد معاهم أو التعاون معاهم بالردود كمان صعب. بس من وجهة نظري أنا الجميع متساويين بالنسبة لي، يعني أنا أتكلم من وجهة نظري في هذا الجانب. لكن يختلف إيش؟ الأسلوب والكلمات اللي راح أستخدمها. ليش؟ لأنه أنا إمم. ما أحتاج أن أنا أقطع صلة الرحم، ولا أتخانق مثلا مع جارتي، ولا أكون في خصومة مع زميلتي، ولا مع من له حق علي، ما أحتاج. لكن لازم أعرف أنا لما أرد ليش قاعدة أرد، للرد نفسه ولا أن أنا أوصل رسالة معينة. لأنه لو جيتي شفتي القصة كيف هي، القصة هي أنه الناس لما تسمعني كلام عن طريق المزح وتسيء لي، هي إيش سوت؟ إمم. هي تجاوزت الحدود تبعي اللي أنا رسمتها. طب الحدود دي ليش تجاوزوها؟ لأنه إمم. أساسا أنا ما بمارس الحدود، أنا بتكلم عن أنه لا تتجاوزوا حدودي، لكني لا أطبق عملية حماية هذه الحدود. كيف أحمي حدودي؟ إمم. أول أشكال الحماية هي أن أنا أرد أيا كان الشخص اللي أنا أرد عليه، بس بأسلوب يتناسب مع هذا الشخص. إمم. بمعنى إيش؟ إن أنا أقول أنا ما أسمح لك تتكلم معي بالطريقة هذه كلها، ما أقبل منك هذا الكلام. إمم. يعني زي ما يقولوا إيش، اللي يدق الباب يسمع الجواب. فحسب الكلام اللي راح أسمعه لازم أكون أنا مجهزة الرد المناسب أبين فيه إنه إمم. هذا غير مقبول وإن أنت راح تدفع ثمن تجاوزات. هنا مهم جدا يعني، أو إظهار كمان ردة فعل غاضبة. بعض الأحيان لازم تفتعلي الغضب حتى لو ما زعلتي، لازم تمثلي إنك أنت زعلتي وإنه أنت خلاص غضبتي جدا وتقلبي وجهك وتعصبي. أو بعض الأحيان لازم تظهر ردة فعل شوي أعنف كمان، ممكن ترفعي صوتك وتحتدي في الموضوع ويكون أنت أصلا ولا يعني لمس فيكي شعرة. ليش؟ طيب بس عشان أوري الأطراف الآخرين إنه أنا ترى مستعدة إذا قربتوا إمم. على هذا الحد تبعي إن أنا سوف أرد عليكم ولن أستحي منكم. إمم. لأنه اللي ما يستحي منك لا تستحي منه. عرفتي؟ اللي يتجاوز حدودك هو آه. بيختبرك، إمم. بيختبر ردة فعلك. فإذا أنت رديت فعل ما أعطيت ردة فعل، هو لن يقوم في المستقبل بتجاوز هذا الحد. لكن لو سكت أنت أعطيته إيش؟ إذن إنه مسموح لك المرة الثانية إنك تتجاوز حدك، لأنني لن أظهر أي ردة فعل. فهنا الخوف ما هو مبرر، لأنه اللي بدأ البادي أظلم يعني. اللي بدأ بالكلام السيء أو بالإهانة تحت مسمى المزح لازم إمم. يسمع شيء. وهي كلها الناس بتجرب ترى فينا إحنا من خلال الكلمات، تجرب حدودنا بس يعني. هل رح آه. نغضب؟ هل رح نفعل؟ ولا لن نفعل أو لن نعطي ردة فعل؟ فالإنسان لا إمم. يخاف من الرد لأنه البادئ أظلم يعني. بالتأكيد. طيب أستاذة خديجة، في بعض الناس بتقول الإهانة بالإهانة، أنت أهنتني، أنت فاكر إن أنا هاقول لك خلاص، يعني عليك من الله ما تستحق، ربنا يسامحك، لأ أنا مش هاعمل كده، أنا هاهينك زي ما هِنتني، وأنت تجاوزت في حقي، فأنا هاتجاوز في حقك زي ما أنت عملت معايا، ويعني ده حقي. رد حضرتك إيه على الكلام ده؟ ما هو الإهانة بالإهانة متى؟ إذا الشخص أهان إنسان أمام الناس، هنا يجب أن الواحد يرد.
طيب وبالفعل يعني إذا إنسان تعرض للإهانة أمام الناس وعنده رد جاهز، لا إمم. يستحي من الناس إنه يطبق هذا الرد أمام الجميع. ليش؟ إمم. لأنه إذا لم يقوم بالرد سوف يقوم الآخرون أيضا بتجاوز حدودهم معه. طب هو كان بيقاتل في جبهة واحدة، حيصير في عدة جبهات فاسدة حيجلس يقاتلها يعني بسبب السكوت هذا كله. هنا لازم يكون الإنسان عارف تماما متى يرد وكيف يرد وفين يرد. لكن لما يكون اثنين جالسين مع بعض ما حد حولهم من الناس وصار ما صار، بعض الأحيان السكوت نفسه هو رد. تجاهل هذا الشخص يعني يرجعه إلى حجمه الطبيعي، هذا رد بحد ذاته. لكن إمم. يعتمد أمام الناس هنا لا، المسألة تعرفي هي أكبر من إنه أنا أتحمل الإهانة. بعض الأحيان الناس يهينوا الشخص أمام الناس كلهم، لكن المشكلة مش في السكوت، المشكلة إنه بعد كده يتعدى موضوع الإهانة يصير إهانة إلى أبناء هذا الشخص أو المقربين إمم. منه أو أي شخص، لأنه ما في ردة فعل، فبالتالي هذا ما نراه. لاحظي هذه الحالة مثلا تلاقيها في غالبا في الأمهات. الأم اللي تتعرض للإهانة مثلا من قبل صديقاتها ولا أهلها ولا أهل زوجها وتسكت تسكت تسكت، إمم. هم بيتجاوزوا الأم، بيبدأوا يهينوا أولادها، إمم. بيقللوا من قدرهم، بيبدأوا يهينوا أهلها. ليش؟ لأنه هي اللي أعطتها المفتاح، لكن من أول لو هي تصدت لهم هي بتعمل على حماية حدودها ممتاز جدًا، كلها. حضرتك قُلتِ نقطة مهمة جدًا، جدًا، هو ده السؤال القادم. طيب أنا كيف أضع الخطوط الحمراء من البداية لأي شخص أيًا كان علشان ما يتجاوزش معايا نهائيًا، قبل بقى يعني ما أدخل في كل الأزمات دي وردِّت عليَّ وأنا رديت عليها وما عرفتش أرُد، لأ أنا عايزة أعمل وقاية من الأول. إزاي أحط الخطوط الحمراء لأي حد ما يتجاوزهاش معايا نهائيًا؟ الحدود هي ما تشرح، الناس تحسب إنه أنا لما أضع حد إن أنا بقول للناس يا ناس ترى أنا حطيت حد ولا حد يتجاوزه، لا. الحدود معناها تطبقي ما تؤمنين به من ضمن قيم، إذا كان من ضمن قيمك. بمعنى إيش يعني؟ لما أحد يهين شخص لأي سبب من الأسباب، إيش ما يكون، ما أنا ما أبرر له، ما أقول أوه معلش هو كان معصب، هو كان زعلان، ما كان قصده، وهذا أول مرة يصير معه. التجاوز هذا هو تجاوز في حدودك. فهنا ما أبرر أنا الأخطاء اللي تحدث أو تقع علي من أول مرة. من أول مرة لما نقول ليش؟ لأنه أيوه، أول مرة هي دائما بالضبط، الكل بالضبط. مدخل. فهنا ما إمم. ألتمس الأعذار للإهانات اللي أسمعها، للكلام البايخ، للسخافات، للتقليل من القدر، من التقليل من إمم. الاحترام في حقي تحت أي مسمى. أيوه، وحتى تحت مسمى أنه أنا يعني أنت لا تكبري الموضوع، أنا ما كان قصدي، ما أبرر لأحد. خلاص لازم بالضبط. أوقف كل أحد من أول مرة عند حده. الشيء أيوه. الثاني اني انا اهم. ما اعطي فرصه مفتوحه. بمعنى ايش يعني؟ انه خلاص مو مشكله يعني لا تعصبي انا اسف وكذا. طيب المره الثانيه لما تتكرر إمم. معناه انا ما اعطيت الدرس بشكل قوي، يعني ما وريت حدودي بشكل حازم، فانا آه. اعطيت مجال فأنا لانه فأنا لازم يجربوا بقى أورّيها لك الأخطاء. المرّة دي بقى كويس علشان ايوه تعرف حدودي. ايوه. فاول مره يكون مثلا عقاب خفيف، الثاني يكون ثقيل، مو حتى متوسط، ثقيل. ليش؟ لانه معناها انه انا تم اساءه استخدام التجاوز إمم. الاول اللي انا مارسته. ثالث شيء لازم أعرف إنه أنا لما أتعرض للإهانة، إنه أنا ما أرد على الإهانة أو أضحك إمم. عليها أو أتجاوزها إنه سخيف هذا ومش عارف إيش وخلاص يعني ما أبغى أحرج نفسي. لا إمم. لا، لأنه هنا حيصير سلوكي أنا دائما هو الهروب عن طريق المزح والتعليقات الباردة كده. فالطرف الآخر إيش بيشوف؟ بيشوف إنه والله عادي، هي ما عندها مشكلة، خليني أتمادى في هذا الشيء. الإنسان لما يكون عنده حدود لازم يكون يعني زي ما يقول متيقظ، مفتح، ما يعني ينتبه. أنا حاسم مثلا في ما أحب حدوده، أحد حاسم يمزح في معي. حدوده ما يخلّيش أيوه حد يقدر يتجاوز فيها أبدًا ولو حتى لا من أول مرّة. صحيح. أنت عارفة متى الناس تتجاوز؟ لما أنت تتجاوزي حدودك. إمم. إذا أنت ما تتجاوزي حدودك حتى مع نفسك راح يكون صعب عليك إنك تسمحي للآخرين يتجاوزوها. لكن إذا أنت أساسا تتجاوزي حدودك مع نفسك طبيعي الناس حتتجاوز حدودها. بمعنى إيش؟ أنت الوحدة اليوم لما تجلس مثلا تتكلم بكلام سلبي مع نفسها، طيب، ويجوا الآخرين يكلموها بكلام سلبي، حتلاقي ردة فعلها باردة. ليش؟ لأنه هي في الأصل تمارس هذا الشيء مع نفسها. لكن إذا هي ما بتقول لنفسها كلام سلبي ولا كلام سيء ولا تحطم نفسها، لو أحد جاء قال لها كلام سلبي ولا يبغى يحطمها حتشوفها من كبائر الذنوب، يعني حتلاقيها إمم. تفور وتعصب، لأنه هي إمم. أساسا ما بتسوي زي كذا مع نفسها. فإحنا بالضبط. لازم نرجع لنفسنا، هل أنا إمم. بتجاوز حدودي مع نفسي أصلا عشان أسامح الناس الآخرين؟ إذا كنت أنا محافظة على حدودي مع نفسي بنفسي
معناها إمم. أن أنا لن أسمح للآخرين بتجاوزها، لأن تمام. وقعها علي راح يكون إمم. جدًا ثقيل. تمام. طيب أستاذة خديجة، إمتى يكون قرار الانسحاب النهائي التام وقطع العلاقة هو الحل الوحيد والآمن ليّا صحيًا ونفسيًا، وحضرتك تقولي لأ، هنا اقطع العلاقة تمامًا لإن خلاص يعني طفح الكيل كما يقال؟ هو إحنا نقطع علاقتنا مع مين هو الكلام؟ في الدوائر القريبة والّا البعيدة؟ يعني لأنه المسلم للمسلم له حق، عارفة عنده حق السلام وحق الجوار وحق القرابة وحق صلة الرحم، إمم. فالواحد يبغى يقطّع إيش ويترك إيش، يعني حيكون الموضوع إمم. شوية صعب. إمم. لكن متى نحن نقول نحن العلاقة دي خلاص يبغى لها كده انتهت صلاحيتها، فإحنا إيش نسوي لها؟ نسوي لها قطع. متى؟ لمّا أشوف إنه هذا الشخص مؤذي نفسيًا ليّا أنا وبشكل أيوه. متكرر، مو بين فترات وفترات، لأ، على طول، يعني أنا مستفزة، على طول أنا زعلانة، على طول باكلم نفسي، على طول أنا شاكة من نفسي، لأ، هذا الشخص جدًا مؤذي، ما يناسبني وجوده حواليّا ولا في حياتي ولا في محيطي، لأنه يأثر عليّا بشكل سلبي. هنا طبعًا بالضبط. صار خلاص مؤذي، لأنه إمم. زي ما قال سبحان الله بعض السلف الصالح: "الناس إما داء أو دواء أو يعني ولا شيء." فهنا صار بالضبط. داء. الداء الواحد يهرب منه، يعني فهنا تقطع العلاقة كله. طبعا إمم. قلنا احنا اذا العلاقة تستنزف الانسان وتتعبه نفسيا لازم يقطعها، لانه من فين حيجيب طاقة اساسا يعني للتعامل معها. طيب الدوائر القريبة كيف نسوي؟ بعض الاحيان مو قطع العلاقة، قطع اساليب التواصل مع الاشخاص الاخرين هو اللي يلزمنا. بعض إمم. الاحيان تبقي انت العلاقة قائمة لكن طريقة تواصلك معه مختلفة تماما. إمم. يمكن ما تتواصلي معه الا مرة في السنة، يمكن ما تتواجدي في محيطه الا مرة كل 10 سنين، يمكن مش عارف إيش بالرسائل، يعني إمم. إحنا الأسلوب في عندنا مشكلة التواصل كبيرة كمان يا يلعب. أستاذة خديجة، يعني قبل الختام بعض الأبناء بيشتكوا إن الأب والأم هم اللي بيعملوا كده، يخلّيه قاعد وسط العيلة أو وسط أصدقاء أو الجيران ويروح متكلم عنه ومسخّف منه يحرجه إحراج شديد أوي، ده بينام مش عارفة عاملة إزاي، ده أوضتها يا عاملة زي مش وتبدأوا يوصفوا في حاجات بيقولوها بهزار وهُم شايفين إن ده هزار، ولكن يخلّوا الابن أو الابنة في قمة الإحراج ويقولوا والله ما أنا قاعد معاه في مكان تاني، والله ما أنا خارجة معاها أزور خالاتي والّا عماتي، كل ما باقعد في حتة تحرجني. هدول طبعًا مع الأسف الشديد يعني تحدي كبير جدًا لمّا يكون من الدوائر القريبة وخاصةً لمن الوالدين في هذا الجانب. طَب إيش لازم نسوي نحن معاهم؟ أول شيء سبحان الله هذا ابتلاء الواحد يصبر عليه ويتعلم كيف يتعامل معه. تاني إمم. شيء إنه هو يحدد قد إيش أنا باقترب من والدي ولا والدتي اللي بيتسببوا في الأذى ليّا، وقد إيش أبتعد عنهم يعني مثلًا. فبالتالي الالتصاق معاهم والتواجد في دائرتهم أو في محيطهم أو في الأماكن اللي يتواجدوا فيها يقل بقدر كبير جدا. ثالث شيء ممكن إظهار ردة الفعل شيء جيد، يعني لما الإنسان يسمع الإهانة أو تقليل القدر والقيمة من الوالدين في مجلس ما، مغادرة إمم. المجلس أفضل حل. إمم. ليش؟ لأنه على الأقل حيعطي إيحاء للجميع، إذا ما كان الوالدين منتبهين حيعطي إيحاء للجميع إنه أنا ترى زعلان من هذا الكلام ولا أقبل به، لكني ما أقدر أرد عليه لأنه هو أبويا أو أمي. بالضبط. فبالتالي بالضبط. أغادر المكان. ليش؟ عشان ما أسمح للآخرين. إذا جلست هنا نقول إحنا الكلام، لأن إذا جلست قاعد كأني أعطي الإذن للآخرين إنهم يكملوا مع الوالدين في هذا بالضبط. الحدث. وعشان ما اسمحش وردة لنفسي الفعل إن الشيطان يخلّيني أقول لفظ أو كلمة أو أي حاجة تضايق أبويا وأمي، وده ما يعني لا يليق ولا يصح ولا يجوز أصلًا. أخيرًا يا أستاذة نعم. خديجة وسريعًا، إزاي نستعيد ثقتنا بأنفسنا بعد تعرُّضنا لسلسلة كبيرة من الانتقادات أو محاولات المستمرة للتحقير أو امتهان الكرامة؟ خلاص ناس كتير بتقول هاقفل على نفسي، مش هاخرج تاني، أنا ما عُدتش قادرة أواجه الناس، ما عادش عندي ثقة في نفسي، نستعيدها إزاي مرّة أخرى بخطوات؟ أول شيء نقول نحن لا تجعل رأي الآخرين هو اللي يقيمك. رأي إمم. الآخرين رأيهم ما هو أنت، يعني هذا رأيهم هم آه. ووجهة نظرهم هم. فبالتالي لا أسمح لرأي الآخرين إنه هو يقيمني في حالة. الشيء الثاني جداً، أنا لازم أعيد بناء صورتي الذهنية عن نفسي بشكل معتدل، بمعنى كل الكلام اللي سمعته ده إيش الدليل عليه؟ ما أصدقه. الناس تقول اللي تقوله، إيش الأدلة على كلامه هذا؟ ما في دليل. فبالتالي طالما إنه ما في دليل، معناها إنه أنا هذا الكلام ليس لي أنا، إنما هم ما يظنونه أو يريدونني أن أكون عليه. هنا إمم. لازم الحديث الذاتي مع نفسي يكون جدا يرفع الثقة في إمم. نفسي. إمم. كمان لا
بيئة أو محيط يقلل من قدري ويعرضني للإهانة والاستفزاز طول الوقت. الإنسان بالضبط. لما إمم. يعني الصاحب ساحب، إذا أنا جالسة في مجلس يقلل من قدري أكيد خلاص أنا حأؤمن بهذا الكلام، فبالتالي أترك هذه المجالس وأستبدلها بمجالس تثني علي وترفع ثقتي بنفسي. آخر شيء دائما نحن نقوله، اتذكر إنجازاتك ونجاحاتك ويعني في الحياة نفسها. إمم. أبسط أشكال النجاح اللي عندك اكتبه سجله. ليش؟ لأن إحنا ننسى النجاحات، ومع الأسف الشديد مركزين دائما على الإخفاقات، على الجوانب السلبية في حياتنا. فأنا محتاج أرفع ثقتي بنفسي، لازم أسترجع ثقتي بنفسي من خلال أنا نجحت في كده، وأنا شاطرة في كده، وأنا متميزة في كده، وهنا نقاط ضعف وهنا نقاط قوتي، وأنا دائما أسوي زي كده. كل الكلام هذا يعيد عملية الشحن النفسي، فبالتالي يرتفع ثقة الإنسان بنفسه، وهذا بيأثر عليه في علاقته مع الناس. هذا مهم جدا يعني، لأن إمم. المتلاعب هو بيتلاعب على إيش؟ على وتر إنه يهز ثقتك بنفسك. هو ليش بيهز بالتأكيد. ثقتك بنفسه؟ لأنه أصلا هو مهزوز الثقة، فيغضبه أن يرى فيك الثقة الزايدة كلها، فيعمل على بالضبط. إنه هو يهز الثقة هذه كلها. أشكرِك جدًا في النهاية الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية والتربوية واللايف كوتش، على وجودِك معانا، شرفتينا وأفدتينا كتير. العلاقات يا جماعة وجدت علشان نسكن ليها وتكون ونس لينا، سواء علاقات أسرية أو زمالة أو جيرة، مش عشان نكون بنحارب فيها وإن هي تجرحنا وتهين من كرامتنا. الانسحاب من بعض العلاقات مش معناه إن ده ضعف، لأ بالعكس، أنت ممكن تنسحب من أي علاقة لو أنت شايف إنك بتتهان فيها وكرامتك بتتجرح والناس بقت مستبيحة كرامتك. وفي بعض الأوقات سكوتك بيكون ضعف، مش معناها إن دي طيبة قلب، لأ معناها إن أنت بتفتح الباب لكل من هب ودب إنه يهينك ويجرحك ويستقل بيك. ولكن لابد إن أنت تعرف كل الآخرين في التعامل معاك حدودهم معاك. من أول مرة لقيت حد بيهزر معاك هزار جارح أو بيهينك، توقفه عند حده من أول مرة ويعرف حدودك إيه ويعرف يتعامل معاك إزاي. من هنا أنت بتضع لنفسك وكرامتك حدودها، محدش يقدر يتخطاها أو يتجاوزها معاك. ويوم ما ده يحصل أنت لازم يكون ليك رد حاسم وحازم وبرقي وبأدب. اللي قدامك ما قدرش يفهم ده، اقطع علاقتك بيه وابتعد عنه حفظا لكرامتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا من الأشخاص المهذبين، أصحاب القلوب الطيبة النقية اللي بتتعامل مع الآخرين بكل رقي واحترام. انتهت حلقة قوارير اليوم، إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.